السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو قوي قوي. هنعمل مع بعض الزيتون الدولسي او الكلاماتا. هنعمله بطريقه حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده قدامكم، طريقه سهله هنشوفها مع بعض كده. معايا هنا الزيتون ده نص كيلو بس من الزيتون. الزيتون ده اسمه الكلاماتا او الدولسي. الزيتون ده بيبقى في منه شكل تاني، بيكون نصه اخضر ونصه ملون كده، فكنت عاملاه في الفيديو اللي قبل ده على طول. لكن النص كيلو ده عبارة عن اهو، انا بوريكم الشكل اللي هو الاخضر كده ملون كده. ده عملته بطريقة تانية غير دي. بنقي منه بقى اللي هي الحباية الغامقة واللي مش حلوة واللي طرية. كل ده بستبعده وباجي بغسل الزيتون كويس قوي قوي. لازم تغسليه عشان بينزل مية سودا قوي. بجيبه كده وبشقه كده من الجنب شق واحد بس بالسكينة كده زي ما انتوا شايفين. بخلص بقى الكمية بالشكل ده. انا هعمل برطمان صغير خالص، برطمان مربى صغير قوي. هخليه ده سريع كده يتاكل على طول، والباقي انا هعمله يتخزن فترة. اللي انا بشقه كده من الجنب كده بالسكينة ده ما بياخدش 10 ايام وبيكون استوى. لكن عايزة المدة بتاعته تكون طويلة شوية، بتسيبيه مقفول ما تفتحيهوش عشان ياخد معاكي وقت اطول. خلاص كده انا خلصت كمية الزيتون كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ احط عليها مية عادية جدا من الحنفية زي او بالشكل ده كده، واغطيها بطبق عشان الزيتون بيطفو كده على الوش. وهبدأ ان انا احط عليها حاجة تقيلة، بسيبه في المية كده 3 ايام. كل يوم بغير له المية علشان ما تعملش ريم او ريحة او كده، يفضل الزيتون فريش وحلو. ده شكله بعد 3 ايام بالظبط من نقعه في المية. شايفين شكله كده؟ اللون الاسود بقى خفيف كده بسيط قوي. هنعمل ايه بقى؟ هبدأ ان انا اجيب الملح، الملح الخشن او الملح الناعم زي ما تحبي اللي موجود عندك. اعمليه. وهبدأ ان انا احط كده كمية الملح كلها عشان اغلف الزيتون. دي مرحلة كبس الزيتون، دي اسمها كبس الزيتون. بتملحه وفي نفس الوقت بتنزل العصارة اللي فيه والمرار. شايفين ده الحبة اللي انا شقتهم بالسكينة اللي هحطهم في برطمان صغير زي ده بالظبط، سريع جدا. بس انا حطيت له مية مغلية، عملته بطريقة الفيديو اللي قبل ده علشان اشوف شكله هيبقى ازاي. بصوا، هنا بقى عملت بقى ايه كمية ملح عليه، غلفته بالملح بحيث ان هو ينزل كل المرار اللي فيه. الملح مادة حافظة. وكمان حطيته بقى في مصفى كده، وفوق المصفى دي هبدأ اغطيه بطبق او حاجة، وهحط عليه برضو ازازة مية مليانة، مثلا ازازة كبيرة، بحيث ان هو يبقى حاجة تقل على الزيتون كله. ده شكله كده. بصوا هبدأ ده شكله خلاص بعد ما المية خلاص راحت منه ونزل مية سودا. بصوا زي ما انتم شايفين، طبعا دي هتترمي ملهاش اي لازمة. بصوا الزيتون نشف وكرمش كده من الملح، ونزل كل المية السودا والمرار اللي فيه. هبدأ كده هنقعه لمدة ساعتين 3 كده في مية عادي من الحنفية، بحيث ان انا تنزل كمية الملح الزيادة، والزيتون المكرمش ده يبدأ ينفش كده ويرجع لطبيعته. تمام. خلاص كده انا بوريكم هنا شكله كده، بصوا مكرمش ازاي، والمرارة اتشالت منه بنسبة 50%. خلاص كده ده شكله بعد ما صفيته من المية اهو، تمام زي الفل. ببدأ بقى بعد كده اجيب البرطمانات. واللي عارفني ان انا بجيب برطمانات ازاز صغيرة للمخلل. ما بحبش اخلل المخلل، اي نوع من المخلات ما بحبش احطه في برطمانات كبيرة، علشان افتح على البرطمان واحطه في التلاجة ويكون ما يبص. هنا بقول لكم طريقة تعقيم البرطمان. بغسله كويس جدا بالمية وبسيبه ينشف، وبعد ما ينشف بجيبه عند عين البوتاجاز وبقلبه كده من فوق، بحيث ان البخار السخونة البوتاجاز يدخل فيه النار، يعني السخونة بخار المية، بخار النار يعني يعمل له تعقيم. وببدأ خلاص كده بحيث ان حطيت هنا بحط نص معلقة من السكر، وبحط الملح، وبظبط المية كده المقدار زي ما انتوا شايفين كده. بحط نص كمية المية بس. وبجيب حبة من زيت الزيتون، مقدار مثلا ربع فنجان او نص فنجان، وبحطه على الوش
زيت الزيتون يا جماعة في المخللات مادة حافظة 100%. الزيتون بعد ما بتفتحي بالذات المخلل الزيتون، ما بتفتحي عليه ما بيعملش اي طبقة ريم، ما حتى وانتي بتفتحي عليه وبتاخدي منه وقت الاكل، بعد ما بيستوي ما بيعملش اي طبقة. بجد تحفة ومادة حافظة، بجد روعة. اخر خطوة خالص بجيب الاسترتش كده، دي طريقتي في جميع انواع المخلل، لانه بيكبس الهواء، ما بيخليش هواء يدخل خالص جوه البرطمان. بجيبه كده زي ما انتوا شايفين، وبقفل البرطمان كويس وبربط الاسترتش راب كده زي ما انتوا شايفين، وخلاص كده بحطه بقى على الرخامة لمدة يومين كده. لو في اي مية زيادة بتكون نزلت، لكن انا طبعا اتخذت من الخطأ اللي كان قبل كده في الفيديو اللي قبل ده، لاني كنت مليت البرطمانات قوي وقعدت تنزل مية جامدة جدا. وطبعا المية بتنزل والزيت الزيتون كمان. هنا بقلب عشان لو في اي ملح في ينتهي يدوب. واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم.